لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. الملك أمنحتب الثالث كان عنده زوجة ثانوية، هي الأخت الكبرى لكادشمان. كادشمان ده أمير بابل. عندما أصبح هذا الأمير ملكا، بعت له أمنحتب رسالة يطلب فيها أنه يزوجه إحدى بناته، يعني بنت من بنات الملك كادشمان. رد ملك بابل وقال له: ما أنت متزوج من أختي، وأنا أرسلت رجالي لمقابلتها في قصرك وما يقدروش يوصلوا لها. أمنحتب قال له: الناس اللي بعتهم دول ملهمش أي حيثية وما ينفعش يدخلوا القصر الملكي أصلا. ابعت لي حد من العيلة المالكة وأنا أخليه يقابل أختك، عموما أختك بخير اطمن. فعلا ده اللي حصل، وحضرت لمصر إحدى بنات الملك كادشمان وتزوجها أمنحتب، وبكده أصبحت أخت ملك بابل وبنته زوجتان ثانويتان لملك مصر. بعد فترة أرسل كادشمان رسالة جديدة لأمنحتب وبكل عشم، أنا معرفش جاب العشم ده منين بصراحة، بيطلب من الملك أمنحتب إنه يزوجه أميرة مصرية. ده كان مبدأ مرفوض تماما في كيميت. الأميرة الكيميتية لا تتزوج إلا رجل كيميتي زيها. أمنحتب رد عليه رد قاطع وحاسم، قال له: لم يحدث أبدا إن أميرة كيميتية تزوجت أجنبي، وطلبك مرفوض. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.